علشان أنا عارفة ومتأكدة إن انتي لما بتقفي في المطبخ وعايزة تعملي حاجة لولادك تفاجئهم بيها وتكون حاجة حلوة وتكون مميزة، بتبقي واقفة محتارة ومش عارفة تعملي ايه، رغم ان كل حاجة بتبقى موجودة عندك في البيت، بس فكرك وتركيزك مش جايبها. تعالى انا بقى هريح بالك خالص واقولك تعملي لهم ايه النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. طبعا احنا في اوان المانجا وهو ده موسمها، وتمنها دلوقتي رخيص، وكل حاجة ممكن تكون متوفرة عندك، ولو مش موجودة هتشتريها، بس مش هتبقى مكلفة خالص. كل اللي عليك هتجيبيه يا ست الكل، هتجيبي ربع كيلو كنافة او حسب الكمية اللي انت حابة تعمليها. هاتي كده ربع كيلو او نص كيلو كنافة، حط عليهم تفروليها الاول، حطها في الفريزر وبعد كده طلعيها هريها كويس، وبعدين حط عليهم معلقتين من الزبدة على معلقتين زيت وارفعيهم على النار واديلهم تقليبة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما يدوا لون كده بسيط معاكي، انزلي عليهم بمعلقة كبيرة سكر بودر مع رشة فانيليا سايلة، ولو مش متوفر السايلة حطي باكت من الفانيليا العادية، وابتدي تاني ارفعيها على النار وقلبيها لحد ما تاخد اللون الطبيعي اللي هو اللون الذهبي. بعد كده هتجيبي كوباية كريم شانتيه، حطيه عليه نص كوباية من المية المتلجة مع معلقة من اللبن البودر، واضربوهم كده كويس واخفقوهم كده خفقة كويسة. ويا رب الكريمة اللي بتطلع معاكي نوعها حلو، لان انا المرات طلعت معايا النوع مش قد كده. المهم برضو طلعت شغالة وبرضو هكمل بيها مش هقف عليها. انا جبت الكنافة بعد ما احمرت، حطيت كده في البوكسات. انا حبيت بقى افرح ولادي كده واجيب لهم بوكسات زي اللي بتبقى في محلات العصاير او محلات الحلويات، وحبيت كده اجملها لهم كده. وزي ما انتوا شايفين حطيت شوية لبن في البوكسة كده، وبعدين حطيت كمية الكنافة، وبعد كده سقسقت الكنافة بشوية لبن، بس اللبن يكون بارد عشان الكنافة ما تبقاش طرية قوي معاكي. انا عايزاها جوسي كده وتبقى حلوه مقرمشه بسيط كده. وانت حطيتي بقى الكنافه، وبعد كده هتسقسيها باللبن بالمعلقه كده ورشرشي كده على خفيف. بعد كده حطي كميه الكريمه اللي انت حابه تحطيها، وبعد كده حطي قطع المانجا زي ما انتوا شايفين انا قطعتها قطعه كده. وبعدين عايزه تعمليها على عصير تقيل خالص، بس انا حبيت او فضلت قطع الكنافه. انا شفتها في المحلات، لقيتهم حاطين يعني العصير قوامه تقيل جدا، بس انا ما حبيتهوش لان هتبقى يعني هتبقى كده مش حلوة. فانا حبيت ان انا هتبقى قطع افضل، يعني تاخدي القطعة كده مع الكنافة والكريمة. مش عايزة اقول لكم معززة الطعم جدا وطعمها فوق الخيال. الميكس ده حلو قوي يا جماعة، ويا ست الكل جربيه، وما تنسيش تقولي رأيك وشاركي الفيديو ودعميني بلايكاتك وبالكومنت وتعرفيني انت منين علشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة تابعوا القناة، ما تفوتوش الفيديو الا لما تتابعوه علشان تشوفوا كل حاجة جديدة بقدمها لكم بكل الطرق السهلة والبسيطة اللي مش مكلفة خالص، لان احنا كلنا ستات زي بعض وعارفين الظروف والدنيا ماشية ازاي. فانا دايما بجيب لك الحاجة البسيطة اللي تقدري تطلعي منها كل حاجة جميلة. تمام كده. انا جبت برضو طبق وحطيت فيه شوية لبن، وحطيت برضو شوية من الكنافة وهسقسقهم باللبن تاني. وبعد كده هنزل ببقية الكريمة وبقية المانجا زي ما انتوا شايفين، الخطوة بخطوة كده. وبعدين هتعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها بأي طبق في أي كاس في أي حاجة انت حابة تعمليها. وزي ما انتوا شايفين طلعت بالشكل ده بالحلاوة دي. تعالوا بقى نعمل الافتكاسة اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو، حاجة كده جديدة وحاجة منعشة، بالذات بقى تاكلها بقى بالليل كده والجو كده يعني مرطب معاكي. هي هترطب على قلبك بالذات لما تحطيها في الفريزر. وكل المكونات دي لو حطيتها في الفريزر هتاكلي احلى كنافة ساقعة ومرطبة كده، وحاجة تنعش القلب. هاتي كده شوية نسكافيه بلاك، يعني معلقة نسكافيه بلاك على معلقتين أو 3 معالق من اللبن، وحطي شوية في البوكسة كده، وبعدين حطي الكنافة وسقسقي باللبن. وبعد كده برضو معلقتين من النسكافيه كده وحطيه كده على الوش زي ما انتوا شايفين. هاتي بقى قطعة شوكولاتة خام من عندك كده وبالمبشرة وابشريها على الوش زي ما انتوا شايفين. حابة بقى تحطي فستق، حابة تحطي لوز، أي نوع مكسرات عندك حطي. أنا بصراحة حبيت ان هي تبقى واخدة طعم الشوكولاتة والنسكافيه، بس كده بيبقى الطعم معزز كده وحلو قوي. ومش عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها يا جماعة فوق الخيال. طبعا عشاق النسكافيه والقهوة والشوكولاتات
انا عملتلك ميكس في البوكسة دي، هتاكلي احلى كنافة بالشوكولاتة والنسكافيه. ما تنسوش تدعولي، ودعوة جميلة منكم تكون يا رب كده في سبيل الخير دايما. وزي ما انتوا شايفين طلعت بالحلاوة دي كده، جوسي كده ومقرمشة، ولا منها ناشفة قوي ولا منها طرية قوي، يعني مفرولة كده في البق. ومش عايزة اقول لكم ريحتها فوق الخيال. وكده المانجا بتاعتنا، بوكسات المانجا خلصت زي ما انتوا شايفين. وبرضو انا هدوقها معاكم علشان نشوف الطعم هيكون ايه. بس انا دقتها قبل ما احطها في التلاجة زي ما انتوا شايفين. الأحسن والأفضل لما تحطها في التلاجة وتبقى بقى ساقعة معاكي، حاجة كده مرطبة على القلب. أنا بعمل لكم كل الطرق السهلة اللي تقدري تعمليها بدون فرن وبدون أي افتكاسات بعيدة خالص. حاجة كده افتكاسة كده سهلة وبسيطة ورقيقة، وتقدري تجاملي بها ضيوفك لو انت رايحة عند أي حد. لو انت رايحة زيارة لمامتك أو لأختك وحابة تفرحيهم، مش حابة ان انت تشتري حاجة من بره وتكلفي نفسك، تقدري تعمليها عندك في البيت وتحطها في التلاجة قبل ما تروحي بوقت. وهتاخديها معاكي في علبة كده نظيفة أو في شنطة نظيفة وهتدخلي عليهم بيها. والله بجد هتفرحيهم وتسعديهم، وهتعملي حاجة جميلة قوي. جالك ضيوف برضو تبقى موجودة عندك في البيت لأي وقت برضو أو لأي ظروف، هتشرفك برضو. وما شاء الله طلعت بالحلاوة دي. العلبة دي بقى أنا حطيتها في الفريزر واستنيت كده لما سقعت معايا زي ما انتوا شايفين، وحبيت اوريها لكم برضو وهي باردة كده في التلاجة. مش عايزة اقول لكم مرطبة قد ايه ومنعشة. وطعمها بقى لما المانجا بردت كده كمان ادت طعم حلو قوي. بصوا قطع الكنافة مش طرية خالص ولا ناشفة، يعني واخدة كده الفرفرة الجميلة كده، يعني حاجة متوسطة كده. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم. بجد الطعم يا جماعة خطير جدا. ويلا يا ست الكل يا قمر، يا بنوتة يا عسل، قومي جربيها وفرحي مامتك بيها كده. ولو انت لسه متجوزة جديد، فاجئي جوزك بيها وفاجئي ولادك بيها. وشوفي الحلاوة والجمال، وما تنسيش تقولي رأيك. ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ بجد طلعت يا جماعة فوق الخيال. والطعم مش عايزة اقول لكم منعش جدا، وهي باردة كده والجو حر. هتاكلي البوكسة من دي وهتخليكي في عالم تاني خالص. وبجد هتدمنوها، ومن كتر حلاوتها